مؤشر EGX 30 بعد ما هو عمل قمة تاريخية سنة 2018. عمل عند 18,400 تقريبا. ايه اللي خلى المؤشر ينهار بعد كده؟ طيب هنشوف هنا السر في الانهيار ده هو خط الترند. لو رسمنا هنا خط ترند، طبعا ده على التدريج الشهري. رسمنا من هنا خط ترند من سنة 2009. الخط هنا تم كسره ورجع نزل بعدها إلى القاعدة عند 3500. شوف بقى خد كام سنة، من 2012 أو 2011 هنا لحد ما طلع تاني عن سنة 2018. كل ده وهو المؤشر هبوط. بعد كده عمل هنا إعادة اختبار كسر الترند الصاعد، ما قدرش يثبت فوق الترند، راح واخد بعضه ونازل تاني. شوف النزول ده كله عشان الخط الأخضر اللي احنا رسمينه ده خط الترند الصاعد. هنا تم كسره، هنا نزل هنا، بعد كده صعد تاني عشان يعمل إعادة اختبار كسر خط الترند الصاعد. ما قدرش طبعا يستقر فوق الخط ده. ان هو لو استقر فوق الخط ده هيبقى عنده مستهدف كبير. طبعا لا هو يعني لا كان مثلا اوضاع اقتصادية تسمح ولا ظروف تسمح. فهو طبعا او المضاربين او كده فضلوا ان هو يبيعوا الاسهم، فكده حصل انهيار كبير جدا. تمام، دي اول خطوة. تاني عملنا برضو هنا خط ترند صاعد. عملنا هنا بالظبط نفس الحكاية، نفس اللي حصل في الأول. القاعدة، خدنا القاعدة اللي هو عند 8140. رسمنا برضو خط ترند صاعد اهو، رسمنا خط ترند صاعد. رحنا هنا برضو تم نفس اللي حصل في الأول. هنا تم الكسر، وبعد كده في تاريخ 2020 تم الكسر هنا. أيام كورونا وأيام اللي حصل في كورونا تم الكسر. هنا بعد كده المؤشر صعد صعود متوالي. هنا بعد كده وصل هنا بالظبط، راح لمس الخط اللي هو بتاع الترند الصاعد اللي هو برضو كسره. هو هنا عمل إعادة اختبار للترند الصاعد. شوف احنا هنا بقالنا كام، يعني احنا ده التدريج الشهري، يعني كل شمعة من دول تمثل شهر. هنا عمل إعادة اختبار لكسر الترند الصاعد، ما قدرش يستقر فوق الترند الصاعد ده. يعني لو استقر فوق الترند الصاعد ده احتمال كبير جدا ان هو يروح للترند التاني ده. لكن هو هنا ما عرفش يستقر فوق الترند. حاول هنا اول شهر، هنا تاني شهر، تالت شهر، رابع شهر، خامس شهر، سادس شهر. احنا حاليا في سابع شهر المؤشر مش قادر يستقر فوق الترند الصاعد ده. طبعا عنده مقاومات كبيرة اللي هي القمة التاريخية، فبرضه مش عارف يستقر في الحتة دي. تمام. بالإضافة عندنا هنا مؤشر RSI، يعني كمان يعتبر في قرب مناطق التشبع الشرائي. يعني انت هنا لما تيجي تشتري هنا مناطق تشبع شرائي. يعني بعد التشبع الشرائي لازم هيحصل بعد كده بيع قوي، بيع عنيف. فانت هنا لما تكون عند القمة دي، انت يعتبر في مرمى نيران البائع مستنيك في الحتة دي. البائع اللي هو اشترى من هنا واشترى عند القيعان هنا، مستني اللحظات دي، مستني المناطق دي اللي هو بيفضل يبيع بيها. وهنا يعني يعتبر حاليا احنا اخر 6 شهور منطقة عرضية، فاحتمال المنطقة العرضية دي يبقى البائع نفسه اللي هو اشترى هنا، فهو اللي بيبيع هنا، بيبيع لنا احنا، يبيع لك انت كمستثمر او كأنت لسه مش عارف قررت انت تدخل في الاماكن دي. انت بتشتري من اللي هو اشترى عند القيعان دي. هو بالنسبة له خلاص خد ربحه واستكفى كده وتمام، فهو بيبيع لنا في المناطق دي. فالناس تحذر، وخصوصا RSI برضو مش عارف يخترق خط 70، مش عارف يخش في 70 عشان يحصل اندفاع شرائي. يعني السر كله في اللي حصل او ممكن نتوقع اللي هيحصل بعد كده هو خط الترند الصاعد ده. وكمان الترند كل ما يكون هو متوصل بين مدة زمنية طويلة. يعني أنا عندنا سنة 2009
هنا سنة 2018. فشوف يعني كام سنة، 6 سنين. 6 سنين بحالهم، دي أول نقطة. 6 سنين بين هنا وبين هنا حوالي 6 سنين. فكل ما يكون هو متوصل بمدة زمنية طويلة فبيبقى الترند ده صعب جدا، صعب ان يحصل له اختراق. ومعنى الأصح هو عايز قوة جبارة عشان يعمل اختراق للترند ده. يعني عايز حاجة كده، عايز اقتصاد مثلا قوي جدا، عايز تحسنات في كل حاجة في الاقتصاد. محتاج قوة جبارة جدا عشان يعرف يخترق الترند. وكل ما يكون الترند متوصل بمدة زمنية طويلة يعتبر صعب جدا في اختراقه. حتى هنا برضو هنشوف الترند هنا سنة 2020، هنا 2023، برضو 3 سنين. وهو المؤشر حاليا بيحاول يخترق الترند ده. فاحنا هنشوف هل هو هيعرف يخترق الترند ده ولا هيعمل زي ما عمل هنا وهياخد بعضه وينزل تاني. فهي الأيام هي اللي هتبين ايه اللي هيحصل بعدين. بس غالبا احنا لو كنا عايزين نخترق الترند ده، يعني ايه، احنا قاعدين لنا 7 شهور اهو، يعتبر مش عارفين نخترق الترند. يعني 7 شهور واحنا لسه مش عارفين برضو نطلع فوق الترند ده. فبرضو الناس يعني تحذر. وهنا يعتبر مش مكان او مش توقيت ان انت تفتح مراكز شرائية كبيرة. لا، انت هنا يعتبر برضو في قمة. فهنا حاليا مش وقت ان انت تفتح مراكز شرائية وتخش تشتري بكل المحفظة. لا، هنا نظام مضاربة سريع، خروج ودخول سريع. خصوصا هنا ال RSI برضو مش عارف يخترق خط ال30. بس ولسه هنشوف الأيام فيها ايه إن شاء الله. وشكرا.